السلام عليكم. ماشي من باب الصدفة حصول المغرب على المرتبة الأولى عالميا من ناحية المطبخ، ولا من باب الصدفة إعجاب الشيف الدولي العالمي غوردون رامسي بطبق الرفيسة واعتماده كمرجع رئيسي لأكثر طبخة كتجمع ما بين اللذة والطعم وما بين الصحة. وفي هذه الأجواء الباردة جدا وخاصة بدخول الليالي ما كاينش شي طبق اللي يجمع الأحباب والغالين والعزاز قد الرفيسة. نحضروها مع بعضنا على بركة الله. وماش نبدا معكم بالتتبيله. عندي هنا 3 ضريسات الثوم، وعندي 2 معلقات صغار ديال الخرقوم، ومعلقه معمره شي د الملح، وعندي هنا البهار د المروزيه. وهنا كنستغل الفرصه باش نوريه لكم، لاحظوا معايا باش نوري لكم الفرق بينه وبين راس الحانوت. انا نزلتهم قدام بعضهم، ها المروزيه ها راس الحانوت، هذا ردا على التساؤلات ديالكم. عندي معلقه صغيره، وهنا نص معلقه ديال البزار، و2 معلقات ديال سكينجبير وضماد الزعفران، وعندي هنا الزعفران الحر حتى هو اللي دفيته وكنحكو هنا. عندي شويه الماء باش كنخلط هاد التتبيله ديالي. وهنا اذا لاحظتوا ماش نكثرش الماء بزاف، خاصني التتبيله تبقى في نفس الوقت مطلوقه ولكن ما تكونش جاريه باش كتلبس لي على الجديودات. وهنا عندي جديودات بلديين اللي غسلتهم ليله قبل وبيتهم في الماء والليمون والملح، داكشي علاش ما استعملتش بزاف د الملح في التتبيله باش نخليها تبات في المبرد حتى من الغد. صباح الخير، صباح النور من جديد. وهنا كنرجعوا الرفيسه ديالنا. عندي هنا الطنجره ديالي فيها 2 ديال الزويته، نعمل فوق منها بصيله من الحجم الكبير مقطعه رقيقه جدا، وكنضيف فتيوته ديال السمن الحلو. ماشي ضروري الا ما كانش عندكم من ناقص منه، ولكنه ثقوا بيا كيبدل الطعم تماما. وهنا كنزل الجديودات ديالي اللي شرملتهم بالامس وما كنحتاج لا نقليهم ولا حتى حاجه لانهم بايتين في التتبيله، فبالتالي متشربين جميع النكهات. وحتى ديك التتبيله اللي عندي في ديك الاناء كنضيفها هنا في اشاره للثوم. كنزول له ديك الشعيرات اللي كيكونوا فيه وكنغسلو مزيان، وكنزول القشيرات بهذه الطريقه اللي كنوري لكم، ومن بعد مباشره كنعملهم في الطنجره كيف ما هما. كنضيفو كذلك حوالي معلقه صغيره ديال الحلبه البلديه اللي غسلناها، ومعلقه كبيره ديال السمن الحار، ربيطه القزبر معدنوس، وكنمرقو بالماء غليانين. كنردو عليهم الغطا شويه وكنخليوهم بيد ما كيغليو الغليه الاوليه، عاد كنكملو. مع كتبدا الطنجره ديالنا كتغلي غليان تام، كنشبرو كنقلبو ديك الجديودات ديالنا على الوجه الاخر، وعاد باش كنضيفو حوالي 5 6 7 كيف ما حبيتو بالبصيلات اللي قطعناهم جنوحات، ولكن عموما الرفيسه كتبغي بصيله. كنضيفو زيت الزيتون وكنشدو الطنجره ديالنا ساعه على نار عاليه وساعه على نار مهيله.